السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله جايبه لكم 3 افكار روعه جدا وكلنا بنحتاجهم في البيت معانا. ان شاء الله باذن الله تستفادوا من الفيديو معانا. اول فكره: عندك كميه كبيره من الموز وخايفه الموز يبوظ منك او يسمر منك، مفيش غير حل بسيط جدا هتعمليه ويقعد معاكي اكتر من اسبوعين 2 زي ما هو. هتجيبي قطعه فويل وتغطي بيها العضمايه بتاعه الموز اللي فوق دي، وتسيبيها متغطيه كده على طول وما تدخلوش التلاجة. وممكن تجيبي كيس اسمر من اللي احنا بنجيب فيه الطلبات بتاعه السوق وتغلفي بيه العضمايه دي برضو وتسيبيها، اضمن لك الموز هيقعد معاكي اصفر لاطول فتره. جربيها وهتعتمديها ان شاء الله باذن الله في مطبخك، وما عنتيش هتلاقي الموز بتاعك اسمر تاني بعد كده خالص زي ما انت شايفه كده بالظبط، وهتركنيه بقى على كده. الفكره التانية معانا، طبعا احنا عارفين ان ده موسم البطاطس الجديده كلنا، وطبعا اكيد اغلبيتنا بنلاقيها محلونه او بيبقى فيها نوع كده اصفر بيتحرق معانا واحنا بنحمره. اول حاجه هتعمليها هتقطعي البطاطس وهتعصري عليها ليمون كده زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهتحطي عليها شويه ملح، وهتفضلي تدعكي في البطاطس بتاعتك بالليمون والملح لمده يعني دقيقتين 3 بالكتير. تدعكي يعني لحد ما تتاكدي ان الملح بتاعك دخل في البطاطس كلها والليمون. وبعد كده هتجيبي ميه سخنه او ميه مغليه وهتفضيها على البطاطس وهتركنيها لمدة نص ساعة، وبعد كده تحمري البطاطس بتاعتك. مش قادرة اقولك على جمال البطاطس، هتبقى مقرمشة وحلوة معاكي ازاي. اعتمدي الطريقة دي ومش هتستغني عنها خالص في مطبخك. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. دي كانت الفكرة التانية معانا. الفكرة التالتة معانا برضو اكيد اغلبيتنا بنتحط فيها اما بنكون بنشوي بتنجان وعاوزين نقشره بسرعة، وبنلاقي صعوبة في تقشير البتنجان علشان بيكون سخن معانا. ممكن يعني طريقتين اتنين: ان انت تجيبي طبق مليان مية وتغطسي فيه البتنجان بالشكل ده وهيبقى سهل معاكي جدا تقشريه، والمية تكون باردة من الحنفية، او ممكن تحطيه تحت الحنفية عادي خالص وتقشريه تحت الحنفية. البتنجان هيتقشر معاكي بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده، البخار بتاعه بيطلع وبيبرد معاكي وبتقشريه بمنتهى السهولة. وما تقلقيش خالص من وجود المية جواه، وما بيشيلش معاكي اي مية خالص ولا بتلاقي فيه اي ميه. وممكن انت تركنيه في الطبق دقيقتين 2، هتلاقي حتى لو البتنجان بتاعك في قلبه ميه من نفسه هيصفي الميه في قلب الطبق. ممكن تصفيها في قلب الحوض بتاعك وتتبلي البتنجان وتعمليه يعني بص بطريقه بسيطه خالص وما بياخدش معاك اي وقت، وهتكوني مخلصاه في 5 دقايق. زي ما انتم شايفين كده تقشيره ما خدش معايا وقت خالص. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات، واللي عنده اي فكرة ما تنسوش تشاركوها معايا في التعليقات تحت. واشوفكم على خير ان شاء الله.